لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لضمان وصول فيديوهاتنا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. النهاردة هنعمل معاكم كفتة داود باشا. ان شاء الله تعجبكم ويا رب تنول اعجابكم باذن الله، وتكون طريقه سهله عليكم. وهنقدم معاها المكرونه زي ما انتم شايفين اهيت. المكرونه انا سلقاها اهيت، ودلوقتي المقادير بتاعتنا. عندي اللحمه اهيت زي ما انتم شايفين، جايبه نص لحمه. عندي بصله مبشوره اهيت صغيره. عندي بقى البهارات بتاعتنا. عندي معلقه ملح، معلقه فلفل اسمر، معلقه كمون، معلقه بصل توم باودر، معلقه بابريكا. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. انا طبعا سلقه المكرونه عشان ما اطولش عليكم في الفيديو، ودلوقتي اهي بعمل لها الصلصه بتاعتها. حطيت الصلصه بتاعتنا ومقطعه عليها طماطميه، بنحبها بالطماطم كده، وحطيت فلفل اسمر وملح وحبه شطه صغيرين، والبهارات بتاعتنا اللي انت عايزاها. اول ما تتسبك بقى معانا هسقط فيها المكرونه كده. سقطنا المكرونه وحطيت معاها حبه كزبره صغيرين كده، بيدوا طعم حلو قوي بردك للمكرونه وحاجه جديده. زي ما انتم شايفين كده. هوطي عليها النار بقى ونروح نعمل الكفته بتاعتنا. هنجيب بقى بوله ونحط فيها البصله اللي احنا عاملينها كده، ونحط اللحمه بتاعتنا، وهنحط البهارات بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها، البابريكا وتوم بودرة وبهارات لحمه وملح وفلفل اسمر وكمون. هنقلبها بقى كويس قوي لحد ما كله ايه يتجانس مع بعضه كده. واللحمه تشرب كل البهارات اللي احنا ايه حطيناها عليها. لازم تعجنيها كويس عشان ما تفكش منك. هنحطه بقى ايه تكايه صغيره كده. هنحطه معلقه بيكنج باودر عشان تبقى هشه معانا وما تبقاش مكتومه، معلقه صغيره. وهنعجن بقى كله كده مع بعض. هنعجن فيها كده دقيقتين كده عشان كله كده تبقى متجانس، كله كده يبقى مع بعضه. خلاص كده. هنقعد بقى ايه نكورها مع بعض. هنبتدي بقى نكورها كده زي ما انتم شايفين. المقاس اللي انت عايزه تعمليه كبيره صغيره على قد ما انت عايزه تعمليها كده. بصوا كده. بصوا كده. هنعملها كلها نفس المقاس كده. هعمل الكميه كلها وارجع لكم. قطناها كلها هي زي ما انتم شايفين. بصوا ما شاء الله عملت قد ايه، نص كيلو عمل كل ده. بعد كده هنجيب معانا دقيق، كوبايه دقيق اهي، وهمسك بقى الكرات اللي انا عملتها ديت واحطها في الدقيق كده. كده هعمل كل الكميه زي ما انتم شايفين كده. تمام يا جماعه، تمام يا حبايبي. بصوا زي ما انتم شايفين كلها كده اهي تمام. هعمل بقى بقيه الكميه ونرجع لكم تاني.
وكده زي ما انتوا شايفين خلصنا بقية الكمية. بصوا يا حبايبي اهي. هنكون بقى محضرين محضرين طاسة وحاطين فيها زيت، لازم الزيت يكون سخن، وهنحمر فيه الكفتة بتاعتنا ديت. زي ما انتوا شايفين خلصنا اهيت كل الكمية كده. بصوا المنظر. يلا بينا بقى على النار نحمرها مع بعض. حضرنا الزيت بتاعنا وسخن، هبتدي بقى احط فيه الكرات بتاعتنا. كده هنسيبها بقى تتحمر، تاخد الوش كده بتاعها الذهبي الحلو، ونرجع لكم تاني. بصوا حبايبي ادي احمرت من الناحيه اللي تحت اهي، قلبناها كده عشان تاخد بردك نفس اللون من الناحيه الثانيه وتبقى متحمره كلها. وهي بتتحمر بقى هروح هجيب بصله مبشوره، هبشرها قبل ما اللحمه تتحمر. بصوا يا حبايبي اهي خلاص كده اتحمرت من كل الجوانب اهي زي ما انتم شايفين كده. هبتدي اطلعها بقى. كده طلعتها اهي في نفس الطاسه زي ما احنا شايفين كده. هجيب بصله مبشوره هحمرها بقى كده كويس. هعلي النار عليها شويه كده عشان احضر الصلصه بتاعتنا اللي هنحط فيها الكفته. ابتدت تحمر معانا اهي. كده البصل اهي احمرت معانا زي ما انتوا شايفين اهوت. بصوا يا حبايبي بعد كده هنزل عليها بقى بالصلصه بتاعتنا. حطينا الصلصه، هنحطه بقى معلقه ملح صغيره، ذره يعني مش كتير عشان انا حاطه قبل كده عشان ما تبقاش حادقه، عشان انا حاطه في اللحمه. وهنحط معلقه فلفل اسمر بردك صغيره، معلقه كمون صغيره. عندنا بقى ورقه الماجي بتاعتنا اللي مش بنستغنى عنها، اللي بتخلي الطعم جميل والريحه خطيره اهي. وهنقلب كل الحاجات بتاعتنا الجميله ديت، الصوص بتاعنا الخطير ده
ونسيبه يتسبك شويه ونرجع لكم تاني. كده الصوص بتاعنا اهوت خلاص كده. هنزل بقى بالكرات اللحمه اللي انا عاملاها. انا موطيه عليه النار. هخلي الصوص من فوق كلها كده يغطي اللحمه كلها كده، وهنسيبها شويه كده 10 دقايق ونرجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، ادي كده خلاص الكفته بتاعتنا اهيت جهزت اهيت وخلصت. يلا بينا بقى مع بعض نقدمها مع بعض. بصوا يا حبايبي، ادي كده خلصت اهيت وغرفناها مع بعض، وده الصوص بتاعها. بصوا الجمال، بصوا ما شاء الله عليه. وهنقدم معاها المكرونه بتاعتنا اهيت. هنجيب حبه بقى بقدونس صغيرين كده ونرش على الطبق بتاعنا الخطير دوت. وبألف هنا وشفا. يا رب كده يكون الفيديو بتاعي خفيف عليكم ويكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واللي ما شافش قناتي واول مره يشوفها يفعل الجرس عشان تشوفوا مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.